السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة رؤيا ومعلومة. خبر النهاردة: الأهلي والزمالك يحددان أسعار تذاكر مباريات إفريقيا. أكد مسؤولي شركة تذكرتي أن إيرادات الأندية واتحاد الكرة ورابطة الأندية هي من تحديد أسعار تذاكر المباريات، وأن دور شركة تذكرتي يقتصر فقط على بيع التذاكر أونلاين. وكشف مسؤول شركة تذكرتي خلال بيان للشركة أن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية هذا الموسم، وهم الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، هم المسؤولين عن تحديد أسعار التذاكر، وأن دور شركة تذكرتي يقتصر فقط على بيع التذاكر أونلاين. أضاف مسؤول تذكرتي خلال البيان أن اتحاد الكرة هو من يحدد أسعار تذاكر مباريات المنتخبات الوطنية وبطولة كأس مصر، بينما رابطة الأندية تكون مسؤولة عن تحديد أسعار رابطة الأندية وبطولة كأس الرابطة. ودور الشركة يقتصر أيضا على بيع التذاكر أونلاين. الجدير بالذكر أن هناك غضب بين جماهير الأهلي بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة العودة أمام الاتحاد المنستيري، والتي جاء ثمنها 100 جنيه، بينما جاء سعر تذاكر مباراة الزمالك وفلامينبو 50 جنيها. وفاز الأهلي على فريق الاتحاد المنستيري في عقر داره بتونس، على أن يلتقي الفريقين على أرضية استاد الأهلي السلام يوم السبت القادم. وتفوق الزمالك على فريق فلامبو على أرضية استاد برج العرب بهدف نظيف، وهي المباراة التي تعتبر مباراة الذهاب، بعد أن اتفقت القلعة البيضاء مع إدارة فلامبو على إجراء المباراتين في مصر على أن يتحمل الزمالك التكاليف. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسونا بدعمكم باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.